عيني وشي يخرب عقلك، اللي عمل في وشك كده؟ وشي كله نطر حبوب حساسيه. طب اهدي، بتهتمي بالسكين بتاعك زي ما بقول لك؟ عمال اسمع كلامك صدق، بعمل زي ما بتقولي بالظبط ومش نافع على فكره. كلامك مش ولا بد ونصيحتك مش مظبوطه كده. الله، فبضطر بقى ان انا اداريها بالميك اب. طب خلاص بعمل ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ ايه في ايه؟ مالك؟ هاتي كده وريني. هو انت بتحطي بالفرشه دي الميك اب؟ في حاجه ولا ايه؟ بترجعي تساليني تطلعي حباب ليه؟ ايه المنظر ده؟ ويا ترى بقى كل فرشه كده؟ وريني. لا وريني. كفايه عليكي دي، مش هوريكي الباقي. نهارك مش فايت. ايه ده؟ انت بقالك قد ايه ما غسلتهمش يا وليه؟ ايه ده، هي الفرش بتتغسل اصلا؟ الله ينور عليك. طب انا ما اعرفش انا بيتغسلوا ازاي، نوريني. طيب انا اسفه ان انا قلت على تريكي كلامك مش ولا بد. طب نوريني. ماشي يا ستي، هقول لك حاضر. هلوز. اول حاجه هحضر المحلول بتاعي، وده يبقى ثابت في اي طريقه هستخدمها. هجيب طبق فيه ميه دافيه، القليل من زيت الزيتون. هتقولي لي ليه احط زيت زيتون؟ هقولك عشان لو انتي بتستخدمي ميك اب ووتر بروف يشيل البتاع من عليه، ينضفه حلو يعني. او زيت جوز هند، مش لازم زيت زيتون. شوفي بقى، لو هتحطي غسول ماشي، شامبو، شاور جل، صابون سايل، بصي اي حاجه بتطلع رغوه حطيها، كل واحد على حده طبعا. هجيب اول فرشه منتنه معانا وهنحطها في هذا الخليط، ونعمل كده اهو. هنقلب سيكه ونبتدي نجهز اول طريقه. في كده حاجات سيليكونات بتتباع هي في امازون الحاجات دي، بس انا بصراحه معيش فلوس اشتريها، بشحت دلوقتي. فهنعمل ايه؟ هنعمل نفس الفكره بس بذكاء. هتجيبوا مسدس شمع وطبق، سيبي المسدس ده لحد ما يسخن شويه. هنجيب بقى ظهر الطبق علشان لو باظ ما يبوظش قوي، علشان ما يتهزقش من امي. بتاع سخن. نعمل ايه بقى؟ نعمل زجزاج. يا عم الزفت اشتغل من بعيد كده، علشان ايه؟ ما يبقاش فلات، يبقى بارز يعني. كمل بقى تحت كده برضو. انت بتطرقع عليه ده تكنيله. كفايه كده ولا نعمل كمان؟ طبق سخن. مش عارفه انا بزين ولا بنضف الفرش. دي كفايه كده بقى، كفايه كده، انا زهقت. استنى بقى لحد ما تنشف. بص منظر الميه عامل ازاي، مسود مدرب. ده انا كده غسلت هي فرشه واحده. ماشي، هو كده نشف. يلا بقى بينا على الحوض. نثبت بقى الطبق ده كده اهو، واجيب البتاع المعفن بتاعنا ده واقعد كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. انا كده ما حطيتش اي صابون، ده هو صابون طبيعي من اللي في الطبق. بص السلاسه والسهوله، بس كده اهو زي الفل. نكب بقى الميه المعفنه دي ونعمل خليط تاني. هجيب بقى فوطه نضيفه، احط عليها الفرشه واسيبها لحد ما اخلص باقي الفرش. نجيب بقى الفرشتين النونو دول ومعاهم فرشه السكين كير برضه هنقعهم، بس انا يعني اتغبيت شويه في الكميه، مش لازم تشوفي بقى. انا هنقعهم في جنب كده عشان ما يقعوش على السرير ومبهدل. تاني طريقه للفرش، هجيب مناديل مطبخ من اللي هي الخشنه دي، وهجيب فرشه من الفرش اللي انا نقعتهم. بصي جامده دي، وادعك يا معلم، متقلقيش مش هتفرط معاكي. بصي نطفت ازاي من غير ميه يعني، بس بالنقع. تاني نجرب كده في فرشه كمان. واو، ده لونها اتغير، ده ممتازه دي برضو. نروح بقى نغسلهم تحت الميه جنب اخواتكم. الله على النظافه والجمال يا غراسي. تالت طريقه بقى، وانا مش بحبذها خالص في تنظيف الفرش، الصابون. هتجيبي الفرشه بعد ما تنقعيها طبعا وتعملي كده او كده، يعني على حسب اتجاه الفرشه بتاعتك. بعد كده تغسليها، يعني تدعي كده دقيقه ولا حاجه، نص دقيقه، وتغسليها تحت الميه. بس انا يعني مش بحبذها قوي، الا بقى لو كانت الصابونه نفسها بتغسليها كويس وبتهتمي بيها وخاصه للفرش. اقولك ماشي، خشي اغسليها بقى تحت الحنفيه. بصي البتاع اتشالت خالص من الطبق، وطبعا انا عاملاها بطريقه ذكيه جدا، وكنت قصدها على فكره ان هما يبقوا متوصلين ببعض، بحيث ان انا على ايدي كده اعمل كده. يا ولا اثبت يا ولا اعمل كده. طبعا كنت قصدها. امال ايه؟
اخر حاجه معانا وهي البيوتي بلندر. في الغالب الاسبونج مع النقع ده يعني انت بتنقعيها كده بس بتتنضف، ولكن للاحتياط ممكن نعملها برضو بطريقة الطبق. تعالي نشوف كده لوحدها تنفع ولا محتاج يخلي تاني على الحوض بسرعة. في حاجات حمرا كده طالعة في الطبق، يا خوفي لا تكون من الاسبونجية نفسها يا ليوي. حتى الاسبونجية نفسها ابتدت تقشر، في الطريقة دي مش تنفع، ده هتفرتك البيوتي بلندر. في بقى ايه الغسالة بتاعة البيوتي بلندر، بتبقى شكلها كيوت وصغنونة كده، بس انا اكيد مش هجيب غسالة ب 400 500 جنيه عشان خاطر بيوتي بلندر ب 15 جنيه، مش للدرجة دي. جنب اختك يا حبيبتي. كده بقى فاضل البتاعتين المعفنين دول، دي الباودر باف ودي كانت جايه مع فاونديشن معفنه برضو، عايزين يتغسلوا الاتنين، والاتنين بيتغسلوا زي البيوتي بلندر بالظبط. ما لقيتلهمش حاجه تالته بصراحه، يعني غير كده هيتبهدلوا وهيفرفتوا. واوريكي حاجه بقى محيراني ويشلاني استني اما اخلص واوريها لك. اهو يا ستي، ده اللي انا كنت بقولك عليه. دي المفروض كونسيلر، بس انا بستخدمها فاونديشن لان هي اغمى من انها تكون في كونسيلر. فالمهم ان الفرشه دي انا مش عارفه انضفها ازاي، عشان انا اكيد مش هحط ده كله كونسيلر هيتبهدل. فالحل الامثل ان احنا مش هنستخدمها تاني، ريح دماغك. طب حلو قوي يا ريكا، شكرا، تسلميني، نضفتي لي الحاجات بتاعتي. اخدها بقى وامشي؟ لا احنا لسه ما خلصناش. بعد اذن سيادتك بس انا عايزه ازازه كحول معاكي؟ معايا عز. اتفضلي. شكرا يا غاليه. هناخد فرشه وهنعمل فسي 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 من جوه، فسي فسي من جوه، فسي فسي فسي، ونسيبها لحد ما تنشف على نفس الفوط. البيوتي بلندر فسي 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 فسي. نفس الكلام على باقي الفرش او اي حاجه بتستخدميها في الميك اب، في السكين كير، ايا كان. حلوه قوي. هسيبها بقى لحد ما تنشف. وبعدين يا اخت مارينا لازم احطهم كلهم كده في مكان امن، مكان نظيف، مع علبه محترمه ان شاء الله، حتى علبه بلاستيك زي دي تعيني فيها الحاجه بتاعتك بس تكون نضيفه طبعا. بصي العلبه بيوت دي يا بقى البيوتي بلندر اهو. وبس كده هتقي بشرتك من ان هي يحصل لها اي التهابات او اي حبوب او اي قله ادب. باي.